يعني من الولاد اللي موجودة بيفضلوا يفتكروا إن أنا ما باعرفش ألعب عشان بس أنا بالعب، يعني بيقولوا أكيد ده لعب بنات في آخرة المطبخ وحاجات كده. أنا عندي 27 سنة وشغالة creative director في نيث أول استوديو. لحد دلوقتي عملنا Impulse Rogue أول لعبة سولز مصرية. هو أنا الأول ما كنتش أعرف إنه ينفع، بس بعدين اتعرفت على عمر وعمر قال لي إن هو game developer، فقلت له خلاص أنا عايزة أساعدك في اللي أنت بتعمله وإخواتي كمان هيساعدوك، وبدأنا بقى المشوار بتاع اللعبة. السوشيال ميديا نفسها بدأت تتغير، الناس بدأوا يتغيروا، بقى عادي بقى متعارف عليه عادي بنت جيمر ومش بيك مي ومش رايحة تعمل أي حاجة غير إنها تستمتع بوقتها وتلعب. طبعا انتقدوني عشان كانوا شايفين، يعني زمان كانوا شايفين إن أنا بنوتة وبتاع، فالمفروض إن أنا أعمل حاجات بنات. هو أنا بدأت كل كوميونتي من هو لسه نونو، يعني الكي بوب أنا تعتبر من أول الناس اللي بدأت المشوار ده، بعده على طول الأنمي، برضو الجيمز برضو نفس النظام. فالعيشة هناك يعني وسط الكوميونيتيز دي بصراحة هي اللي شكلت ثقتي في نفسي من ناحية إن أنا بلعب أو بتفرج على أنمي أو حابة كوزبلاي أو أيا كان. يعني المفروض إن هم ما يخافوش، هم هيقابلوا ناس مفيش حاجة في دماغهم غير الحاجات اللي هم بيحبوها أو الحاجات اللي هم مشتركين في حبها، أيا كان بقى هي إيه، إن كان أغاني، إن كان مسلسلات وأنمي، إن كان جيمز، فهتنبسط في المكان ده. أنا نفسي انبسطت جامد.